أهلا بكم مشاهدينا. نستضيف في هذا الحوار السيد أبو بكر السبيك العميد الإقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني للحديث عن حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني، عن المجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة وتخليق الجهاز في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن مقاربة المديرية لمحاربة شتى أشكال الجريمة وبخاصة غير المألوفة منها. مرحبا بكم سيد أبو بكر السبيك. شكرا جزيلا، وأتمن عاليا مبادرة القناة لاستدعاء المديرية العامة للأمن الوطني للتواصل بشكل مباشر مع الرأي العام ومع مشاهدي القناة. نعم. طيب دعني أسألك بداية وبشكل عام عن عمل المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة التي نودعها 2017. يعني المواطن المغربي يتابع الآن، ما الذي تقول له على مستوى تقييم عملكم على مدى سنة كاملة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. المديرية العامة للأمن الوطني دأبت منذ سنتين على انتهاج مقاربة تواصلية مع الرأي العام، تتوج في نهاية كل سنة باستعراض تقييم شامل لحصيلة العمل الأمني على امتداد الأشهر 12 من كل سنة. وهذا التقييم السنوي هو يأتي لتدعيم انفتاح وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني مع المواطن، وهي بمثابة تقييم سنوي يكون فيه المواطن يمارس نوع من الرقابة المواطنة على عمل الشرطة. وككل سنة نقوم باستعراض ما تحقق من منجزات، ما تحقق في مجال مكافحة الجريمة، ما تحقق في إطار الإصلاح البنيوي الشامل للمنظومة الأمنية، ما تحقق في مجال تبسيط وتجويد الخدمات التي يسديها المرفق العام الشرطي للمواطن، وأيضا نقوم بتقييم التحديات التي تطالعنا كسائر الأجهزة، وأيضا استشراف المشاريع المستقبلية في الأمد المنظور سواء برسم السنة القادمة أو ما يليها من سنوات. إذن هو تقييم سنوي يكون فيه المواطن هو الحكم لممارسة ما يصطلح عليه بالرقابة المواطنة كما قلت على عمل المرفق العام الشرطي. أيضا في إطار استراتيجيتكم التواصلية الجديدة كما تقولون، دعنا نفصل في بعض المحاور. مديريتكم المديرية العامة للأمن الوطني رفعت كشعار مرحلي لها الإصلاح البنيوي الشامل للمرفق العام الشرطي. ماذا تحقق في هذه السنة في إطار تحديث البنيات والهياكل الأمنية؟ كما تفضلتم، كشعار مرحلي رفعته المديرية العامة للأمن الوطني كان هو الإصلاح البنيوي الشامل، أي تحديث البنيات الشرطية القائمة وخلق بنيات شرطية قادرة على مواجهة التحديات المتنامية للجريمة المنظمة وللظاهرة الإرهابية، وأيضا خلق هياكل أمنية جديدة تستجيب لانتظارات المواطنين في مجال الأمن. وهذا الشعار تم البلورة ديالو والتجسيد ديالو عمليا خلال سنة 2016، وتمت المواصلة ديال التنفيذ ديالو خلال سنة 2017. خلال السنة التي نشرف على نهايتها باشرت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية كما قامت بخلق هياكل جديدة فيما يتعلق بالهياكل المحدثة لخدمة أمن الوطن وتدعيم أمن المواطنين. كان هناك الاستمرار في خلق الفرق الجهوية للأبحاث والتدخلات. الآن تم خلق خلال سنة 2017 6 فرق جديدة، فرق جهوية جديدة، وهناك فرقة سابعة سترى النور في القريب العاجل. وهذه الفرق تأتي تتويجا لمسلسل ابتدأ سنة 2016 حيث تم خلق 7 فرق جهوية السنة الماضية والآن 6. إذن المجموع عندنا 13 فرقة جهوية علاوة على الفرق المركزية للأبحاث والتدخلات الموجودة على مستوى الرباط. المهمة ديال هذه الفرق 13 هو التدخل في الأزمات الأمنية الكبرى وفي الحوادث الإجرامية الكبرى التي تحتاج إلى مفاوضين، تحتاج إلى فرق مؤهلة تدريبا عاليا ليتسنى لها مكافحة المستجدات في مجال الجريمة المنظمة عموما والظاهرة الإرهابية. وبالإضافة إلى ذلك تكريسا وتدعيما لفلسفة القرب، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلق هياكل القرب، وتم خلق
قاعة للتنسيق والعمليات والتنسيق مدينة تمارا مصحوبة بالفرق المتنقلة لشرطة النجدة، وذلك على غرار الفرق التي تم إحداثها السنة الماضية بمدينة مراكش ومدينة الرباط وسلا. وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يتم إحداث فرق مماثلة على مستوى طنجة وعلى مستوى فاس، وذلك لتقليص آجال التدخلات في الشارع العام، وأيضا تحقيق النجاعة والفعالية في التدخلات الأمنية في لمكافحة الجريمة. بموازاة ذلك تم أيضا خلق تمديد أو توسيع النفوذ الترابي للمصالح الأمن ليشمل مناطق أمنية جديدة على غرار منطقة المحاميد التي توجد بضواحي مدينة مراكش، حيث تم خلق منطقة أمنية جديدة ودائرتين للشرطة ومصلحة لحوادث السير، وهو ما سهل على الساكنة المحلية من الولوج إلى الخدمات الأمنية بطريقة سلسة وميسرة. أيضا تم خلق مجموعة من المصالح والهياكل الأمنية الجديدة على غرار مصلحة للتكوين المستمر لفائدة المجموعات المتنقلة لحفظ النظام. كما تعلمون هناك تزايد مضطرد على العمل النظامي، لذلك هذه الفرق تحتاج إلى تكوين مستمر لضمان النجاعة والفعالية. أيضا كان هناك تحديث لهياكل القائمة، فعلى المستوى المركزي تم إلحاق المركز الوطني للكلاب البوليسية وأيضا مركز التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الأسبوعية المعروف باللغة الفرنسية باختصارا بآفيس، وتم إلحاقها بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، مع ما يفرضه ذلك من إعادة توجيه اختصاصاتها ليدعم التحقيقات والأبحاث الجنائية. تتحدثون عن مجموعة من الإجراءات التحديثية، فرق جهوية الأبحاث، هياكل للقرب، مصالح الهياكل في تكوين مستمر، يعني هذا هو المبتغى، هذا ما يريده المواطن لكي يحس بالأمان، وهو المبتغى المأمول من كل سياسة عمومية في مجال الأمن، لا نختلف على ذلك. الآن لو تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، خصوصا وأننا لاحظنا في الآونة الأخيرة بروز بعض الجرائم ربما غير مألوفة في الواقع المغربي. صحيح، كما تعلمون مخطط العمل القاضي بمكافحة الجريمة وتدعيم الشعور والإحساس بالأمن لدى المواطن هو أحد أولويات العمل الذي تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني. كما تفضلتم شهدت سنة 2017 تسجيل بعض الأنماط الإجرامية المشوبة بالتعقيد على غرار حادثتين تم استعمال فيهما السلاح الناري بمدينة الدار البيضاء وبمدينة مراكش، ولكن نجاعة الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من الاهتداء وتشخيص الجنات في ظرف قياسي كما حدث في مدينة مراكش. بلغة الأرقام أقول بأن سنة 2017 عرفت استقرار في معدلات الجريمة، تم تسجيل حوالي 500,000 قضية زجرية تتنوع ما بين المخالفات والجنح والجنايات، وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف أكثر من 530,000 مشتبه فيه، من ضمنهم تقريبا 21,000 من الأحداث الجانحين وحوالي 30,000 من النساء اللواتي يوجدن في خلاف مع القانون. ولكن نسبة الزجر المعطى المهم في هذه المؤشرات الرقمية هو معدل الزجر أو ما يصطلح عليه بنسبة حل الجرائم. لقد وصلت مختلف المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية إلى بلوغ معدل 92%. أي سنة الفارطة كنا وصلنا عند سقف 90%، الآن وصلنا إلى 92%، وهذا مؤشر إيجابي. كما تم تسجيل مؤشر آخر على قدر كبير من الأهمية، وهو ارتفاع عدد الأشخاص الذين سجلوا شكايات لدى مصالح الأمن ب7%، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لمصالح الأمن، أي سوف يقلص من هامش مؤشرات الظل، أي الجرائم التي لا يتم التبليغ عنها، ويعزى ذلك
أساسا إلى ارتفاع منسوب المصداقية في العمل الشرطي، هذا من جهة. من جهة أخرى إلى تنويع قنوات التبليغ. فالآن مصالح الأمن تتعامل مع الوشايات والشكايات التي تنشر على شبكة الإنترنت، تتعامل بإيجابية مع جميع الوشايات والتبليغات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا نعم يؤكد على أن مصالح الأمن حاولت تنويع قنوات التبليغ. أيضا هناك تجويد فضاءات الاستقبال المرتفقين بفضاءات الاستقبال في الإدارات الأمنية، وهذا زاد من ثقة المواطن ودفعه إلى تسجيل شكايات أكثر. وهذا سمح لنا بتحقيق نسبة زجر أكبر في مجال مكافحة الجريمة. دعني أنتقل إلى الأرقام دائما حتى أستثمر وجودك بشكل كبير في هذه الدقائق. دعنا نتحدث عن مجموعة من التقارير التي تتحدث عن انخراط الأمن المغربي وبشكل قوي في الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. حدثني عن أشكال ومستويات هذا التعاون وما هي مؤشراته الإحصائية إن أمكن. التعاون المغربي سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة هو تعاون يقوم أساسا على مبدأين، هو مبدأ الربح المشترك ثم المعاملة بالمثل. الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت والحمد لله تحظى بمصداقية أكبر وبقوة أكبر في آلية التعاون سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف. كما تعلمون المغرب صادق وانضم لمجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون في المجال الأمني. أيضا المغرب هو فاعل في مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. والمغرب أصبح الآن بفضل ما تحقق في مجال مكافحة الإرهاب وما تحقق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وما تحقق أيضا في مجال مكافحة الاتجار الغير المشروع في المخدرات والأقراص والمؤثرات العقلية، أصبح فاعل لا محيد عنه ولا مندوحة منه في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود. بلغة الأرقام دائما أقول بأنه هناك مستويين للتعاون الأمني الدولي. هناك مستوى التكوين الشرطي الدولي وهناك المستوى الثاني وهو المستوى العملياتي أو الميداني. على المستوى الأول المغرب أصبح نقطة ارتكاز أساسية بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول الإفريقية التي توجد في دول الساحل والصحراء وفي غرب إفريقيا. أيضا التعاون الأمني المغربي امتد ليشمل مناطق أخرى كانت قصية في السابق وهي منطقة شرق إفريقيا. الآن المغرب هو نقطة ارتكاز الرئيسية. تم تكوين ضباط مغاربة ليقوموا بدورهم بنقل التجربة في هذا المجال خصوصا في التحقيقات في المجال الجنائي والتحقيق في القضايا الحساسة بالنسبة لنظرائهم في الدول الإفريقية. على المستوى التكوين دائما المغرب نظم سنة 2017 18 دورة تكوينية لفائدة ضباط من مدغشقر، من تنزانيا، من السودان، من الكوت ديفوار، وهذا كيأكد بأن التعاون المغربي في عمقه الإفريقي لم يعد يقتصر على منطقة معينة في افريقيا غرب افريقيا وانما امتد ليشمل ايضا مناطق اخرى في شرق افريقيا. على المستوى الثاني وهو المستوى العملياتي سنه 2017 سجلت تنوع مجالات وارتفاع مؤشرات التعاون العملياتي في مجال مكافحه الجريمه المنظمه والارهاب. المغرب استجاب لأكثر من 4000 طلب تعاون جنائي أو طلب معلومات في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب، وهذه كلها طلبات تمت الاستجابة إليها وهي طلبات صادرة عن ضباط الاتصال الأجانب المعتمدين بالمغرب. وهناك سيد سبيك يعني استمرار لكلامك، هناك إشادة دولية بمجهودات المغرب لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب بشكل خاص. أنتم كمديرية عامة الأمن الوطني تنشرون خلال السنة التي نودعها بلاغات كثيرة تتحدث عن إرساء آليات التخليق والحكامة. كان هناك أيضا نقاش أيضا عمومي محتدم حول إصلاح الإدارة، تبسيط الخدمات للمواطنين. ما هي الإجراءات التي باشرتها مصالح الأمن في إطار تفعيل المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وما هي الإجراءات المتخذة أيضا لتبسيط وتجويد الخدمات التي يجديها المرفق العام الشرطي الذي تمثلونها بشكل سريع لو أمكن؟
جوابا على سؤالكم، بالنسبة للتخليق تعتمد المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة مزدوجة في مجال التخليق. هناك أولا التحفيز الوظيفي والمهني، ثم يعقبه أيضا تدعيم آليات التخليق. على مستوى التحفيز قامت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من المشاريع المهيكلة لفائدة موظف الشرطة لضمان نهوضه بالالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقه في مجال حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. وفي مقابل التحفيز ينهض دائما مسألة المحاسبة، وذلك تفعيلا للمقتضى الدستوري وأيضا التزاما بالتعليمات الملكية السامية ذات صلة بهذا الموضوع. في مجال التخليق نشرت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من البلاغات التي تؤكد بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون في حق موظفيها متى ارتكبوا مخالفات مشوبة بعدم الشرعية أو تجاوزات إما في حق القانون أو في حق المواطنين. سنة 2017 عرفت توقيع ما يناهز 5425 عقوبة تتنوع ما بين العزل، تقريبا كانت 84 حالة عزل، كانوا أكثر من 485 حالة توبيخ، 1800 إنذار إلى غير ذلك. هذا يؤكد على أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على القطع النهائي مع كل التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على المرفق العام أو صورة المرفق العام الشرطي، وكذلك للاقتصاص قانونا وإداريا من كل موظف يرتكب مخالفات تنطوي على عناصر تكوينية لأفعال تدخل في إطار القانون. شكرا لك سيد أبو بكر سبيك، العميد الإقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، على تواصلكم مع الرأي العام ومع وسائل الإعلام. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.